باش نتقاتل ونتدابز ونوصل الراجل حتى للمحكمه وما عرفت اشنو ندير باش ناخذ النفقه د ولادي، حتى لهادي ما قلنا والو. ولكن باش انا ناخذ النفقه ونجيب الولاد نكون انا الحاضنه عليهم، ومرة الاخرى نمشي ونخليهم لمي ونمشي لمدينه اخرى او بلاد وحده اخرى، راه لا يمكن. يعني راه تسناي هذا الراجل حتى هو ياخذ ولادو، حيت ماشي هو يقول راه الام هم هي اللي غتربيهم وغنصرف على ولادي وتصدقي نتيا واخده الدراري وعاطياهم لامك ومخبياهم امك وقايله امك راها مسافره، راها في الدار، راها ناعسه، راها مريضه، راها كتنوض الصباح للخدمه، راه وانتيا ما كايناش كاع في ديك المدينه. يعني اشناهي بحال هاد النوع خاصو يتعاقب. خاصو يتعاقب. بما انك اختي ما قداش بانك تربي ولادك او تجلسي حدا ولادك، عطاهم لباهم يربيهم، هو غيجلسهم في دارو وغيجيب لهم مرا ويمشي يخدم ويضرب تماره ويجي عندهم. ماشي تاخدي النفقه تعطيها لامك وتمشي انت تسالي الصفقه الشهريه لامك، شكون الرابح؟ امك. وشكون اللي ما رابحش؟ شكون اللي مسكين ضحيه؟ ديك الدراري. راه لا يعقل، راه هادشي راه مابقاش كيدخل لي العقل. انا سمعوا هاد القصه هاد السيد قال لي اختي هند اني كنت مزوج بواحد السيده ولد معاها بنت وولد جوج، قال لي بقى عندنا المشاكل قال لي انا ما قديتش، نضنا اتفقنا بان نطلقوا، درنا طلاق اتفاقي، ولكن ملي وصلنا للدراري قالت لك لا الدراري بقاو عندي انايا وانايا ما نقدرش على فراق ولادي وانا كذا وانا كذا. قلت ماشي مشكل، انا غنخدم وغنخلي الدراري غنجيب لهم مرا اللي غتجلس معاهم، تقدر تكون خايبه، تقدر تبقى تضربهم، تقدر انا ما كاين شي، تقدر ماشي مشكل، ولادي النفقه ديالهم ومصروفهم غيوصلهم حتى لعند امهم. قال لي داكشي اللي كان. قال لي اتفقت انا وياها على المصروف النفقه اللي غنعطيها اللي خرجت ليا الدوله. قال لي عطيتهم لها، قال لي وكنزيدها، يعني كنشري حوايج العيد، كنمشي نشري شي حاجه عجباتني كنشريها لولادي لان دمي هذا. قال لي واحد المره فين ما كنمشي نشوف الدراري، قال لي مات الولاد كنت كنشوفها، قال لي مع المده ما بقيتش، قال لي كنمشي نشوف الدراري باش نعطيهم شنو خاصهم وديك الشيء، قال لي كتخرج لي يا اما امها يا اما اختها. قال لي ملي قال لي ما كنتش كنسول انا على امهم لان ما عندي ما ندير بها، انا كنشوف في وليداتي وكنخرجهم نساليهم نمشي نغديهم ندوز معاهم ديك النهير، لان عاطيني من 9 ل 6 صافي وكنرجع الولاد. قال لي شكون اللي كتبقى تدور ليا؟ اختها. قلت انا زعما عادي هي ما تدور ليش حيت انا ما عنديش، صافي تفارقنا. قال لي ما كنتش حاسس بحتى شي حاجه. قال لي واحد النهار جالسين ما عرف كيفاش جبدات الهضره، هو يقول ليه شي صاحبو قال لي افرت اللام كيفاش انت ولادك اصاحبي جالسين عند نسابك علاش ما تجيبهمش عندك؟ قال لي راه مع امهم. قال لي ويلي على امهم راه ما كايناش، امهم راه مشات خرجات من البلاد. قال لي وانا ما في خباريش. قال لي ملي كنمشي ندق وكنقول لهم كلموا ليا المراه كيقولوا لي مسافره، لا مشات خدمه، لا باقا خدامه في شي شركه في الليل، لا خدامه عاد مشات مع شي مرا كبيره حاضياها. قال لي كل مره تيقولوا جولي. قال لي وكنبقى جالس. قال لي واحد النهار قال لي جلست تما، قال لي من الصباح حتى الليل وانا جالس تما، حتى شي وحده الليل قال لي المراه ما كاينش حصه. قال لي سولت الناس سولت الجيران قالوا لي راه السيده مسافره. قال لي وانا النفقه في وقتها الفلوس. قال لي حيت انا ولادي ما كنبغيش نبقى نسولهم على امهم باش ما نحرجهم، باش ما نحسسهمش بواحد الحاجه باننا نخرجهم نساليهم ونعطيهم الحنان د الاب تنولي نسولهم على امكم فين مشات امكم جات. قال لي انا ما كتهمنيش، ولكن دابا انا كيهموني ولادي، لان ولادي ديك النفقه اللي كنعطيهم امو، علاش انا امي ما تقابليش الدراري مادام هي امها مقابله لها الدراري، حتى انا امي تقابل لي ولادي. دابا بغيتك اختي هند، هو راه غير قرا التعاليق ديالكم، بغيتك تقولي للناس القصه ديالي باش يعطيوني استشاره اللي دايزي من هذه القضيه. انا ما عنديش واش هي بصح خارجه او لا، لان دارهم تيقولوا لا راهي مره تيقولوا لي مسافره، مره تيقولوا لي خدامه، مره كل مره واش تيقولوا لي، وما عندي حتى اتصال بعائله يعني عائلتها باش نسولهم وداكشي ما عنديش، يعني ما عنديش الدليل بان هذه السيده راه ما كايناش في المغرب. كيفاش غندير باش نجيب
الدليل بان هاد السيده بصح راه ما كايناش في المغرب. واش الا هزيت محكمه واش غنرجع ولادي لعندي او لا؟ لاني انا ما نبغيش ولادي يربيوهم ليا هما، لانهم ملي رباو بنتهم ما خرجش فيها الخير كيفاش يربيو ليا انا ولادي. كما هي عطاتهم طاقه فمها حتى انا ناخذهم نعطيهم لامي، حدا نجيب مرا امي يقابلوا ليا ولادي. عافاك اللي ما تجاوبوه قولوا لهاد السيد اشنو غيدير. انا ما عرفتش غنقول بحال هاد النوع، لان كاين بحال هاد النوع العيالات اللي كتطلق وكتاخذ الولده وكتاخذ البنت وكتعطيه لدارهم وكتقول للراجل انا غادا مسافره، او ما كتقوليش كاع وكتمشي تسافر وكاع كتمشي تزوج. انا كنعرف ناس اللي تزوجوا في بلاد وداروا عقد رسمي والراجل باقي ما فخباروش بان راه مراته الطليقه ديالو راه تزوجات في واحد البلاد، والدري ولا الدريه راه باقين عند دارهم لان هي مقابله، هي عندها النفقه والنفقه باقا عند الام، يعني ما بقاتش عند الام ولات عند الجده. واش غيدير في هذه القضيه؟ قولوا لي في التعاليق. والله ما لقيت انا شنو غنقول بحال هاد النوع د العيالات، حيت كاين بعض النوع اللي ماشي تقولي الامومه، لان الامومه كنت تجلس حدا ولادها، اما هذه بالها في الفلوس، بالها في ديك النفقه بان تعطيهم لامهم وما تقابل ليها الدراري. يعني راه كاين الفرق. نتمنى بانكم راه تكونوا فهمتيوني شنو بغيت نوصل لكم. راه كاين شي وحدين اللي ما بالهمش الامومه، راه بالهم في الشهريه، بحال السيده اللي كانت جابت الدري مع 12 الليل كتدق قدام ذاتو تحارقات باش تاخذ النفقه، وخدات الدري وداتو عندها وعطاوها النفقه ولات كدوز لها النفقه، ومع 12 الليل ملي بانت ليها كونطرا جابت الدري دقات على الراجل قالت ليه هكا ولدك انا ما باغاش. بقى الراجل عنده الدري ولا كينعس عنده، خدا ليه مرا قابلاتو مرت الاخرى مشات لواحد البلاد وما لقات فيها خدمه، ما عندها دراع، ما عندها حتى شي حاجه، رجعات. ملي رجعات شنو خاصني النفقه، لان امها قالت لها خاصني ماشي تجلسي ليا وتاكلي ليا فابور. منين تجيب هاد السيده الفلوس؟ ناض تهزات عاوتاني قالت لهم بان ما كيعطينيش النفقه، وناض تخدات الدري بزز بالغوات بالمدبزه. قالوا ليه بان الدري عند امو، وهي مو راها كانت مشات وخلاتو وجابتو ليه مع 12 الليل. الدري مع 12 الليل باقي وليد باقي صغير اللي ما راشدش. يعني شنو نقول لكم، راه الوليد باقي صغير. الا حضر معايا اللايف راه غيكون باقي عاقل على السيد اللي كنهضر. راه كاين واحد النوع اللي بالهم غير في الفلوس. حسبي الله ونعم الوكيل بحال هاد النوع. الا ما قادينش على ولادكم خليوهم لبواتهم وهما يقدوا بهم، هما يجيبوا العيالات. النفقه اختي اللي غتاخذها تجيه بها مرا تقابل الدري وتوكلوا وتشربوا وتعطيه الحنان وكل شيء. الا ما قادينش ماشي تبارك غير في الفلوس وصافي. المهم ناخذ انا واحد الصالير، لقيت ولدت واحد الوليد او بنيته اللي يجيب لي صالير. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. اتقوا الله في راسكم، اتقوا الله في وليداتكم. قولوا السيد عافاكم اشنو غيدير.